جاء صدام من أدنى طبقة في المجتمع العربي السني في العراق، طبقة اجتماعية متدنية جدا، فقر مدقع. أبوه الذي توفي قبل ولادته كان فقيرا، أمه كانت من عائلة أرفع مقاما لكن لم يكن لديها أي أملاك. كان لها ولد عمره 12 عاما، الأخ الأكبر لصدام، وعندما كانت أمه حاملا في الشهر الثامن فجأة كان له ولد عمره 12 عاما يصاب بنوبات صداع مؤلمة للغاية، ووجدوا أنه يعاني من مشكلة ما. عائلة يهودية تسكن المدينة، عائلة يهودية غنية، أخذوه حتى وصلوا به إلى بغداد، وهي رحلة تمتد لبضعة ساعات بالسيارة، ووضعوه فورا على طاولة العمليات. ومات الولد على طاولة العمليات حيث كان لديه ورم في الدماغ. خرجت أمه من المستشفى إلى الشارع، ترى حافلة تقترب، رمت نفسها تحت الحافلة. كانت العائلة اليهودية معها ترافقها، قفزوا إلى الشارع، التقطوها، سحبوها من الشارع، ومرت الحافلة. فهموا أنها تنوي الانتحار، راقبوها كثيرا. حاولت أن تضرب بطنها 2 أو 3 مرات على عتبة الباب ببساطة كي تجهض نفسها، وقد قالت: هو من داخل بطني قتل أبيه، والآن من داخل بطني قتل أخاه الكبير. أحمل في رحمي الشيطان.